عدد كلش هواي من اللاعبين يلعبون ماينكرافت يوميا، بس بنسبه قليله كلش ضربهم البر. فمقطعنا اليوم راح يكون عندنا 15 شيء موجود في ماينكرافت. قبل لا نبدي اكو هواي من المشتركين ما مشتركين بالقناه، منتظر ينزل عليك الوحي اشترك بالقناه. بالمركز ال 15 عندنا الجولدن ابل المطوره، وهي تعتبر ايتم كلش نادر لان ما تقدر تجيبها بس بالسبونرات، مو نفس الجولدن ابل العاديه اللي تقدر تصنعها عن طريق الكرافتنج تيبل، تفاحه عاديه و8 جولدات، ونسبه انه تحصلها 4.4%. بالمركز ال 14 عندنا السكلتون هورس، يعتبر كلش نادر لان ما يرسبن الا عن طريق البر، ونسبه انه تقدر تحصل عليه من 1.5% الى 4%، فيعتبر جدا نادر. زين هذا الحصان هم تقدر تركب عليه تسوقه مثل اي حصان طبيعي لو لا. بالمركز ال 13 عندنا راس الوذر سكلتون اللي ما تقدر تحصله الا عن طريق تقتل الوذر سكلتون، ونسبه انه تحصله 2.5%، يعني خلال 100 وذر سكلتون راح تحصل على راسين فقط، واحلى شيء من تكتله ينزل لك فحل على اساس راس. بالمركز 13 عندنا السكلتون راكب على سبايدر، ونسبه انه تحصله 1%، يعني من 100 سكلتون راح تحصل سكلتون واحد راكب على سبايدر، يعتبر جدا نادر. انت تخيل طالع لك اكثر من سكلتون راكب على سبايدر، تعتبر جدا محظوظ. بالمركز ال 11 عندنا الايرون، دقيقه لا تنصدم، انا ما اقصد الايرون العادي تقدر تحصل عن طريق الكهوف والايرون جولم، انا اقصد الايرون اللي من تقتل الزومبي يطلع لك، ونسبه انه يصير لك هذا الشيء 0.83%، يعني جدا نادر. بالمركز العاشر عندنا الخروف الوردي، ادري هواي ناس دخلوا على بالهم الخروف الوردي هو اندر شيء باللعبه، بس تتذكر احنا بعدنا بالمركز العاشر، يعني باقي هواي اشياء عنده، ونسبه انه تحصل الخروف الوردي 0.164%. وبالمركز التاسع عندنا الاكزلوت الازرق، كلنا لقينا بعالمنا الاكزلوت الاصفر والوردي والبني، بس عدد كلش قليل لقى الاكزلوت الازرق، وتدرون هذا ولا نوع شايف من يمه والله العظيم، ونسبه الاكزلوت الازرق 0.083، والله طلع نادر هالصرصور. بالمركز الثامن عندنا ماني سراف، ترى انا ما غلطت بالاسم، تدرون اكو لاعبين دخلوا للعبه لقوا اسم ماني سراف بدل ماينكرافت، ونسبه هذا الشيء 0.1، ويعتبر جدا نادر، واظن صعب يتكرر هذا الشيء. بالمركز السابع اذا كنت تظن الخروف الوردي هو اندر شيء باللعبه فتفضل الخروف الوردي، اقصد الخروف الوردي الصغير، واحتمال الحصول عليه هي 0.0.083. زين مو اكو صبغه تقدر تغير لون الخروف؟ اكتبوا لي بالتعليقات اكو صبغه لونها وردي ونقدر نحطها على الخروف لو لا. بالمركز السادس اذا تقايضت ويا ثلاثه بقنب بنفس الوقت وممكن يصير وياك شيء كلش نادر انه ينطيك ثلاثه اندر بيل بنفس الوقت، يعني تتقايض ويا ثلاثه بنفس الوقت ينطيك ثلاثه اندر بيل بنفس الوقت، وهاي نسبه حدوث هذا الشيء. بالمركز الخامس نسبه انه يضربك برق في ماينكرافت جدا نادره، وتقدر تقول عليها شبه مستحيله، لان عدد ينعد على اصابع ضربهم البرق في ماينكرافت، وتقدر تنطيهم جائزه اسوأ حظ بالعالم، لان نسبه حدوث هذا الشيء 1.1000 مدري ايش قد. بالمركز الرابع كلنا نعرف بوابه النذر المحطمه، ودائما يكون يمها تشيست، وغالبا يكون بيه ادوات جولد واشياء مصنوعه من جولد مثل جولدن ابل وسيف ودرع من جولد، بس اذا فتحت هذا التشيست ولقيت بيه دروع كامله من جولد واسلحه كامله من جولد بدون ما تفكر اخذ سكرين شوت، لان صعب يصير وياك هذا الشيء مره ثانيه، ونسبه حدوث هذا الشيء 0.0.0.0 وهواي ارقام. بالمركز الثالث كلنا لما نروح للاند نلاقي عينين بالبوابه، بس هل يوم من الايام رحت للاند ولقيت البوابه مفتوحه؟ ونسبه حدوث هذا الشيء تريليون بالمية، نادرا ان تلاقي هذا الشيء باللعبه، واظن خطا من اللعبه والله العظيم. بالمركز الثاني اذا رمينا بيضه وطلعت بيها دجاجه راح تحس نفسك كلش محظوظ، بس اذا رميت ستاك من البيض كلها فقست فلازم انطيك جائزه اقوى حظ بالعالم، لان نسبه حدوث هذا الشيء جدا قليله. سؤال منو صاير وياه؟ بالمركز الاول اللي انتظرتوه من بدايه المقطع لحد الان واللي راح يكون اندر شيء موجود بماينكرافت، اغلبنا طلع على الزومبي راكب على دجاجه، بس هل يوم من الايام شوف الزومبي راكب على دجاجه ولابس دروع مطوره وعنده سيف وراكب على دجاجه؟ هذا الشيء كلش نادر ويعتبر اندر شيء باللعبه، وهاي نسبه حدوث هذا الشيء. لين اوصل لنهايه المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم وعجبني، فلا تنسون اللايك والاشتراك، وانتظركم مقطع جاي. مع السلامه.